كده العيد وصل عندنا. سلام عليكم، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد ووصفة جديدة هنعمل مع بعض فتة العيد. اوعي العيد يخلص من غير ما تعملي احلى صينية فتة من ايديكي. لايك بقى وشير وسبسكرايب لوصفتك مع اسماء عشان قناتي تكبر بيكم. اصحاب القلوب الضعيفة سامحوني، النهارده هنتنازل عن الدايت شوية لان الجريمة بتاعتنا كلها دسمة، كلها احداث جبارة. ندخل على مقادير وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنبدأ بيها هي ان احنا هنسلق اللحمة عادي جدا. بنحضر حلة وننزل فيها ب2 لتر من المية ونغليهم كويس قوي. بعد كده هننزل باللحمة، واللحمة المسلوقة لازم ننزل فيها بماسورة، مش عارفة كلكم زيي ولا لا. بعد كده اللحمة هتغلي معانا وتطلع كل الريم بنشيله ونتخلص منه تماما. ننزل بالبوكيه جارنيه بتاعنا، بصلاية وطماطماية ولو عندك جزرة هتبقى حلوة، ونص معلقة من الفلفل الاسود وشوية من ورق اللورة كده. هنسيبها لحد ما تغلي تاني. بعد كده هنوطي عليها لمدة ساعة يا بنات، اللحمة بتاخد ساعة بالظبط. بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من الملح علشان نملح الشوربة واللحمة بتاعتنا، وبكده نكون خلصنا الشوربة بتاعتنا واللحمة، علشان هنستخدم الشوربة في حاجات كتيرة قوي النهاردة. بعد كده هنعمل رز الفتة بتاعنا، والرز هيكون دسم شوية. هنحضر حلة وننزل فيها بمعلقة من السمنة، تكون معلقة حلوة كده، وننزل بكوبايتين من الرز المصري عادي. هنفضل نشوح الرز لحد ما كل حبة رز تتغلف بالسمنة. هنا الخطوة دي مهمة قوي علشان الرز يكون مفلفل معانا. بعد لما شوحناه كويس قوي في السمنة، هنزل عليه بنص معلقة صغيرة من الملح علشان هننزل عليه بالشوربة، والشوربة فيها ملح. انا نزلت بكوبايتين رز مصري، هنزل عليه بكوباية من الشوربة وكوباية من المية. طعمه كان خطير. عاوزة اقولك ان الرز ده ممكن تاكليه لوحده كده، كان فظيع فعلا. بعد كده هنغطي عليه ونسيبه على نار عالية لحد ما يتشرب تماما. بعد كده هنوطي عليه يتلدن بقى 10 دقايق عادي. بعد كده هنحضر طاسة معانا، والطاسة بقى هنستخدمها في حاجات تانية كتير. هنزل ب5 مكعبات زبدة، وسامحوني على كمية الزبدة بس مطلوبة يا بنات فعلا. هحضر معايا 3 أرغفة من العيش وبقطعهم مثلثات صغيرة. هنزل في الزبدة بالعيش وحمصه لحد ما ياخد اللون الذهبي القمر ده. بعد كده هحضر طبق معايا بقى وانزل عليه بالعيش واستخدم الطاسة تاني. شايفين لون العيش؟ وكان مقرمش ومتحمص، وعايزه اقول لكم انا اكلت نص كميه العيش عبال ما كملت حاجات الفته. بعد كده هنزل بمكعبين زبدة ومعلقة من السمنة، ومش قلتلكم اليوم دسم جدا النهاردة. بعد كده هنزل بمعلقة توم كبيرة محترمة، وركزوا على كلمة محترمة دي لان التوم بيفرق جدا في الفتة. بعد كده بقى هشوح التوم مع الزبدة والسمنة لحد ما ياخد اللون الاشقر الفاتح كده. يعني مش عاوزاه ذهبي، لا انا عاوزاه اشقر فاتح يا بنات، علشان اللون ده فعلا بيبقى تكة حلوة قوي في الفتة. بعد لما بنوصل للون الاشقر ده بقى بننزل برشة من الكزبرة، وشمي بقى الطشة القمر. اول لما تشمي ريحة الكزبرة كده تطفيلي بقى الطشة دي ب3 4 معالق من الخل، واسمعي بقى وشمي يا سيدي. بعد بقى لما هننزل بالخل يا بنات هننزل عليهم بكوبايتين من الشوربة، ودي بتكون معانا الدقة بتاعتنا. نسيب الشوربة لحد لما تغلي ونشوف هنعمل ايه. بعد كده بقى اول لما الشوربة بتغلي معانا بحضر بولة صغيرة وبملاها بقى من الطشة بتاعتي دي، علشان الدقة دي اللي احنا بقى هننزل عليها بالعيش وعلى اللحمة والفتة كده. بعد كده بقى بكون عصرت نص كيلو من الطماطم وصفيته كويس قوي، وهنزل على الدقة بتاعتنا كده
وما تنسوش بقى تنزلوا بنص معلقة من الكزبرة ونص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الملح. هنا مش بحط كمون خالص لانها ماهيش صلصة كشري. تمام. بقلبها كويس قوي واسيبها بقى لحد لما تتصلص معانا براحتها خالص، تتسبك يعني علشان تكون تقيلة معانا. واخيرا وليس اخرا تكملة الجريمة بتاعتنا، هنحضر طاسة وننزل فيها بمعلقة من السمنة ونحمر اللحمة بتاعتنا. لازم تاخد التشويحة الجنان القمر واللون الخفيف، بس ما نقساش عليها في التحمير علشان ما تنشفش معانا. وكل خطوات الفتة بتاعتنا كده خلصت وبسيطة وسهلة. يلا بسرعة اتفرجي على الفيديو وجربي لهم الفتة بكرة، ولمي عليها بقى حبايبك وقرايبك وجيرانك وزوجك واولادك. الصينية اللي انا عاملاها دي بتكفي من 4 ل5 افراد، يعني محترمين واكيلة. تمام. يلا بقى بينا نغرف الصينية بتاعتنا. بحط جزء من العيش وهنزل عليه بمعلقتين كبار من الدقة، وهنزل عليه بمعلقة من الرز، وهنزل بمعلقة من الصلصة بتاعتنا، وقلبهم كويس قوي علشان اللي يجي ياكل معلقة يلاقي ان العيش متخدع تحت فعلا. بعد كده هنزل عليه بكمية الرز بتاعتنا بقى واساوي الصينية كده. هنا الشكل ده من ذوقك انتي، والتزيين ده برضو من ذوقك انتي. بعد لما سويت الرز بقى بتاعنا هجيب باقي العيش وارصه في الطروف كده يا بنات علشان يكون ظاهر ويكون شكله جميل. بعد كده حطيت الصلصة في حاجة ليها بوس كده علشان اعرف ارسم الصينية بتاعتي. نزلت في نص الصينية بشوية من الصلصة بتاعتي علشان ارص عليهم اللحمة الجبارة القمر دي. بعد كده نزلت على اللحمة بمعلقة من الدقة بتاعتنا. شوفوا الجمال، شوفوا القمر. بعد كده بجيب الصلصة بتاعتي بقى واعمل خطوط بالشكل الجمالي ده. زي ما قلتلك زيني زي ما انت عايزة اشكال الصواني كتير، واخترعي بقى وابتكري انتي. وما ننساش بقى طبعا ان احنا نحط حاجة خضرة كده نكسر بس بيها اللون. انا حطيت عود كزبرة كده ورقتين من فوق تدي شكل جمالي بس مش اكتر. وبكده يكون الفيديو بتاعي انتهى، وعايزاكم تبصوا على التفاصيل في الصينية. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. وما ينفعش يعدي العيد من غير الفتة القمر دي. انتظروني في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.